عندك شاشة ممتازة جدا، وعندك أداء قوي جدا، أقوى أداء في العالم، وعندك سماعات محترمة، وعندك كاميرات محترمة جدا يا جماعة، والتصميم بتاعه روش وشيك، وكمان السكان الموجودة هنا بتاعته سلسة جدا بتاعت ون بلس زي ما احنا عارفين. فالهاتف هنا هيكون طبعا من أفضل الهواتف اللي ممكن تشتريها في النص الأولاني من سنة 2023. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد عمر. النهارده بقى نتكلم عن هاتف الناس كلها بتستناه في عالم أندرويد، وهو الون بلس 11. الهاتف ده معروف إن هو هيتم إطلاقه عالميا يوم 7 يناير، ولكن تم إطلاقه مبكرا في السوق الصيني. فتعالوا بينا نعرف كل حاجة عن الهاتف ده. وزي ما احنا عارفين يا جماعة، شركة ون بلس بتنتج هواتف من أفضل الهواتف اللي بتتباع في العالم. فالهواتف بتاعتها بنستناها على طول، كل سنة طبعا بتنزل إصدارين، واحد اول السنه وهو بيبقى الاصدار العادي، وبعد 6 شهور في شهر 6 بتنزل الاصدار منه البرو. ودلوقتي معادنا زي ما قلت لكم مع الون بلس 11، وخلونا مع بعض بقى نعرف كل حاجه عن الهاتف، ونبدا بتصميم الهاتف. الهاتف هنا طبعا بيجي بخامات فخمه، الهاتف هنا من الزجاج والفريم بتاعه من الالومنيوم. الهاتف هنا بيدعم شريحتين 5G، وما تقدرش تحط له كارت ميموري. زي ما احنا شايفين تصميم الهاتف من الظهر تصميم ملفت جدا، بشكل بامب الكاميرات الدائريه دي الملحومه في جسم الهاتف او في الفريم بتاع الهاتف زي ما احنا شايفين، وموجود فيها 3 عدسات مع الفريم، وفي النص هنا زي ما احنا شايفين اللوجو هاسل بليد. تصميم الهاتف استحواذ ممتاز جدا للشاشه من الواجهه الاماميه، زي ما احنا شايفين الهاتف من قدام كانه شاشه كامله باستثناء الهول بانش الموجود في الكاميرا الاماميه. والشاشه دي شاشه ممتازه جدا من سامسونج من نوع اموليد بحجم 6.7 بوصه، طبعا شاشه جباره جدا. والشاشه دي شاشه 2K كواد اتش دي بلس بكثافه بكسلات 525 بكسل بير انش، وشده سطوع الشاشه دي بتوصل لحد 1300 نتس، شده اضاءه محترمه جدا وكويسه. وكمان الهاتف هنا 120 هرتز. طبعا الشاشه دي شاشه استثنائيه، شاشه كويسه جدا، حاجه محترمه. انت هنا بتتكلم عن هاتف فلاج شيب كيلر، المفروض يعني هاتف فلاج شيب بسعر حنين الى حد ما، ولكن ون بلس بدات تكسر القاعده دي وتعلن عن هواتف فلاج شيب رائده بكل ما تحمل الكلمه من معنى. اسعارها بقت في السحاب زي ما احنا عارفين. الشاشه هنا بيجي عليها طبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس الاصدار 7، طبقه حمايه طبعا قويه جدا. ومش بس طبقه الحمايه هي اللي قويه جدا، وكمان المعالج الموجود في الهاتف هنا معالج قوي جدا جدا من شركه كوالكوم، وهو السناب دراجون 8 جين 2 بدقه تصنيع 4 نانومتر، حاجه موفره جدا طبعا في الطاقه، وحاجه قويه جدا جدا. ده اقوى معالج موجود في العالم في الوقت الحالي اكيد. والمعالج الرسومي هنا هو الادرينو 740. طبعا اداء الهاتف هنا اداء قوي جدا في كل حاجه، مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه كتير، بس حاجه هتفرم معاك اي حاجه انت بتعملها على الهاتف. الهاتف هنا بيجي عليه السكان بتاعت ون بلس المبنيه على اندرويد 13، وزي ما شفنا في الاونر 80 جي تي 16 جيجا رامات. شكل ده هيبقى الترند بتاع السنه دي 2023، الشركات كلها هتبدا تحط 16 جيجا رامات. الهاتف هنا فيه منه نسخه بتبدا اصلا من 256 جيجا مع 12 جيجا رامات، وتقدر ترتقي لنسخه 16 جيجا رامات مع 512 جيجا، وفي منه نسخه تاني 512 جيجا برضو مع 12 جيجا رامات. فانت الليفل بتاعك بيبدا من 12 جيجا رامات. طبعا ده كله في صالح الهاتف، وحاجه سريعه جدا، وهتبقى حاجه طبعا سموزي جدا، كل حاجه معاك كويسه جدا في الهاتف. الهاتف هيبقى طياره، وكمان هيخليه طياره. نوع الذاكره المستخدم هنا هي الاحدث من نوع يو اف اس 4 بقى، ولا 3 ولا اي حاجه. زي ما قلنا الفور هي احدث حاجه توصلوا ليها، واسرع حاجه موجوده في السوق دلوقتي. وكمان الرامات الاسرع من نوع LDDR5X. كل حاجه طياره في الهاتف ده حرفيا، يعني هاتف فلاج شيب بقى. الهاتف هنا بيجي بكاميرا اماميه بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4، والكاميرا الاماميه دي بتيجي بمستشعر من سامسونج واسمه 3B9، مستشعر جديد كده من سامسونج. طبعا هيقدم لك اداء كويس جدا ممتاز، طبعا هيطلع لك صور رهيبه، ولكن تقدر تصور فيديوهات 1080p بس 30 فريم في الثانيه. وهنا الكاميرا الاماميه دي بتدعم المثبت الالكتروني الاي اي اس. الهاتف هنا بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، كاميرا اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8 بمستشعر من سوني IMX 890، والعدسه الاساسيه هنا فيها مثبت بصري OIS، والعدسه الثانيه هنا 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0 بمستشعر من سوني برضو هو الاي ام اكس 709. تقدر تعمل اوبتيكال زوم 2x، الكاميرا دي هنا كاميرا زوم، تقدر تعمل زوم مرتين بدون ما تفقد اي كواليتي خالص في الصوره. والعدسه الثالثه هنا يا جماعه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2، ودي كاميرا وايد انجل، حاجه رهيبه جدا يا جماعه. الكاميرات هنا في الهاتف ده كاميرات استثنائيه. المستشعر بتاع العدسه الثالثه هنا برضه هو من سوني وهو الاي ام اكس 581. الاداء بتاع الكاميرات هنا يا جماعه اداء ممتاز جدا، واداء جبار في كل حاجه. في الثلاث عدسات بتاخد جوده محترمه جدا. والكاميرات الخلفيه هنا بتصور 4320 بي
لحد 24 فريم في الثانيه، وطبعا بتدعم المثبت الالكتروني في جميع العدسات. الثلاث عدسات بيدعموا الاي اي اس، ولكن العدسه الاساسيه بس هي اللي بتدعم الاو اي اس الاوبتيكال او المثبت البصري. ونروح بقى لبعض حبشتكنات الهاتف. الهاتف هنا طبعا فيه سماعات ستيريو محترمه جدا عشان تقدر تشاهد المحتوى النظيف على الشاشه ال 2K اللي الوانها ممتازه جدا من سامسونج مع الاضاءه العاليه. تاخد سماعات محترمه جدا، تقدر بقى تتفرج على اي حاجه على الهاتف ده بكل استمتاع. الهاتف هنا طبعا ما فيهوش فتحه سماعات 3.5 مللي. الهاتف هنا بيدعم ال NFC. بصمه الهاتف هنا موجوده تحت الشاشه. وزن الهاتف هنا 205 جرام. هاتف تقيل كده في ايديك نوعا ما. والهاتف هنا بيجي بلونين فقط وهما الاسود والاخضر. اللون الاخضر ده الصراحه مايل على الزيتي كده، حاجه يعني شياكه كده. نروح بقى نتكلم عن البطاريه. الهاتف هنا بيجي ببطاريه عملاقه جدا 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع 100 واط. شاحن سريع جدا يا جماعه عن طريق طبعا منفذ تايب سي. فاكيد طبعا مش هتشيل هم الشاحن فين ومش عارف ايه والكلام ده. انت هتحط الشاحن 5 دقائق هتملى اكتر من نص البطاريه، طبعا مش هتشغل بالك بشحن الهاتف خالص. كل الحاجات الجامده دي طبعا سعرها كام؟ تم تسعير الهاتف بقى للنسخه القليله ال 256 جيجا مع ال 12 جيجا رامات في السوق الصيني اللي لسه ما خرجش هو في السوق العالمي. طبعا تم الاعلان عنه في السوق الصيني فقط بسعر $580 يعني حوالي 15400 جنيه. والنسخه ال 16 جيجا رامات الاعلى مع ال 256 جيجا دي بسعر $640 يعني حوالي 17000 جنيه. والنسخه الاكبر ال 512 جيجا مع ال 16 جيجا رامات دي تم تسعيرها بسعر $710 يعني حوالي 18800 جنيه. استيل سعر الهاتف كويس جدا يا جماعه على فكره، بغض النظر الارقام بالمصري، لكن بالدولار هو بسعر $500 $600 على الامكانيات اللي فيه دي كلها حاجه محترمه جدا وتحفه. الهاتف هنا امكانياته قويه جدا وجباره. ده هاتف فلاج شيب بكل ما تحمل الكلمه من معنى اكيد. طبعا الهاتف هنا في كل حاجه كومبو كده مميز. عندك شاشه ممتازه جدا، وعندك اداء قوي جدا اقوى اداء في العالم، وعندك سماعات محترمه، وعندك كاميرات محترمه جدا يا جماعه، والتصميم بتاعه روش وشيك، وكمان السكان الموجوده هنا بتاعته سلسه جدا بتاعت ون بلس زي ما احنا عارفين. فالهاتف هنا هيكون طبعا من افضل الهواتف اللي ممكن تشتريها في النص الاولاني من سنه 2023. وبس كده، دي كل حاجه عن الون بلس 11. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الاشعارات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومن دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.